مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج المحاور. في 26 من نيسان من العام المنصرم عقد كونفرنس وحدة الصف والموقف الكردي. ترى ماذا حقق الكونفرنس بالنسبة للقضية الكردية في غرب كردستان؟ وما هي الخطوات أو البنود التي تم تنفيذها على الأرض؟ وما هي التحديات والعقبات التي تواجه وحدة الصف والموقف الكردي وتشكيل المرجعية الكردية؟ وما هي الآفاق المستقبلية لتشكيل هذه المرجعية؟ مشاهدينا الكرام، سنناقش هذه النقاط مع ضيوف حلقتنا لهذا اليوم. معي في الاستديو عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي السيد خالد عمر. سيد خالد، مرحبا بك. مرحبا بكم. شكرا لك. وأيضا الكاتب والمحلل السياسي السيد بير رستم. سيد بير، مرحبا بك. تحياتي لك وللضيف الكريم وللسادة المشاهدين. شكرا لك. سيد بير رستم، لنتحدث عن كونفرنس 26 من نيسان من العام المنصرم. تمخض الكونفرنس عن الكثير من البنود في الجانب الوطني وفي الجانب القومي. برأيكم ومن خلال تقييمكم لعقد هذا الكونفرنس قبل عام وتقييمكم للبنود، يعني الخطوات التي حققها الكونفرنس بعد مرور عام على عقد هذا الكونفرنس، كونفرنس وحدة الصف والموقف الكردي. يعني ما راح اكون متشائم بدرجه كبيره، بس للاسف يعني مع تقديري لكل الجهود ومع تقديري لكل الامكانيات والاحزاب والقوى السياسيه ولكل من ساهم في عقد الكونفرنس، وخاصه الاخ الجنرال مظلوم عبدي وقيادات ان كان في حزب الاتحاد الديمقراطي او في المجلس الوطني الكردي. لكن مشكلتنا مع الاجتماعات ومع وحدة الموقف ومع الهيئات، دائما تعقد الجلسات، تعقد الكونفرنسات، يتم الاتفاق على بعض الشروط والبنود، لكن بالأخير نجد بأن يكون هناك دائما نوع من عفوا الصورة طيرت. نعم. المهم، لكن بالأخير يتم وضع هذه المؤتمرات والكونفرنسات في الجمادة مثل ما بنقول، يعني يتم وضعها على الرف ولا يرجع إليه أحد، خاصة خلال العام الماضي بعد أكثر من عام من عقد الكونفرنس في 26 نيسان بالعام 25. وجدنا أنه كل الطرفين، كان بجماعة المجلس أو الأخوة بجماعة الإدارة الذاتية، كانوا يذهبون إلى دمشق للحوار مع الحكومة الانتقالية، مع جماعة دمشق، مع أي فريق آخر بشكل انفرادي، دون الرجوع للكونفرنس، دون الرجوع لوحدة الموقف والصف الكردي. وهذه كانت إشكالية، وهي الإشكالية الحقيقية للكردية. دائما هناك الانقسام الكردي يكون السبب الأهم في حالة فقداننا لأي مكاسب، لأي إمكانيات في كسب ما يمكن وتحقيق ما يمكن من المكاسب السياسية. للأسف مع احترامنا وتقديرنا لكل الجهود ولكل القدرات ولكل الشخصيات والقيادات والأحزاب والحركات السياسية، لكن دائما يتم تهميشها. وجدناها مع الهيئة الكردية العليا التي تشكلت قبل سنوات مع بداية الحراك السياسي أو الحراك الجماهيري السوري، وأيضا مع دهوك 1 ودهوك 2، لكن دائما كانت تعقد فقط نوع من الدعاية السياسية، وبالأخير يتم إهمال هذه المرجعية. مشكلتنا أن أحزابنا وللأسف تركض خلف مصالحها الحزبية أكثر ما تكون. نعم. سيد بير رستم، القضية الوطنية، نعم. القضية سيد بير رستم، يعني هناك سؤال أود أن أطرحه. المكاسب الأساسية للشعب الكردي، يعني دائما نحن نبحث عن من يكون في الصف الأول، من يكون تمثيله أكثر في الحوار، من يكون تمثيله أكثر في اللقاءات. يعني بدل أن نكون يمثلنا
مكون ويمثلنا مرجعية سياسية، نحاول أن نثبت أن حزبنا هو الأهم، حزبنا أو إيديولوجيتنا هو الأكثر قدرة على التعبير السياسي. هذه مشكلة كردية يجب أن على الحركة الوطنية الكردية بكل أحزابها وكل فصائلها أن تتجاوزها، بحيث أنه يكون الانتماء ويكون الولاء ويكون الأهمية ويكون الأولوية للقضية الكردية وللوطن وللشعب ولحقوق شعبنا، بدل ما تكون للأحزابنا ولحركاتنا وإيديولوجياتنا السياسية. نعم سيد بيرسم، يعني بالحديث عن هذا الكونفرنس، وأنت يعني في بداية حديثك ذكرت بعض النقاط حول مسألة عقد هذا الكونفرنس ووضحت بعض النقاط المهمة. يعني إن كان الكونفرنس على هذه الشاكلة الذي تحدثنا عنه والذي منذ عقده وحتى اليوم لم نجد أي تحرك لهذا أو الوفد الذي تشكل في هذا الكونفرنس أو المجتمعين في هذا الكونفرنس أي تحرك أو تنفيذ لأي بنود على الأرض. إذن لماذا تم عقد مثل هذا الكونفرنس والذي حضره الأجزاء الأخرى من كردستان في مدينة قامش؟ ولماذا عقد مثل هذا الكونفرنس إن كان الكونفرنس قد ولد ميتا ولم يحرك أي ساكن على الأرض؟ هناك بالتأكيد يعني إرادة أو هناك على الأقل رغبة وطموح و يعني طلب فعلا أن تكون هناك مرجعية كردية. يعني هناك بعض الشخصيات، هناك بعض الأطراف القوى التي تعمل حقيقة أن يكون للكرد مرجعية سياسية، أن يكون لهم كلمة أو صف واحد وكلمة واحدة، بحيث يتم بها مخاطبتها بعض الجهات أو مختلف الجهات والأطراف الإقليمية والدولية الأخرى. لكن دائما يكون هناك عرقلة من الفكر الأيديولوجي، الانتماء الحزبي. يعني بالتأكيد شخصية مثل السيد الجنرال مسلم عبدي مع كل احترامنا وتقديرنا له، بالإضافة إلى إقليم كردستان والرئيس مسعود بارزاني وشخصيات أخرى عديدة. يعني هؤلاء بالتأكيد عندما عقدوا أو تحت إشرافهم عقد المجلس أو عقد الهيئة، عقد الكونفرنس، عقد ما يسمى بالمرجعية الكردية، كان هناك فعلا نيات حقيقية وإرادة حقيقية بأن يكون لشعبنا، لقضيتنا، للملف الكردي مرجعية حقيقية تمثلهم مع القوى الإقليمية والقوى المحلية. لكن دائما مشكلتنا أنه الجانب الحزبي، الانتماء الحزبي، الإيديولوجيا الحزبية تكون بالأخير لها الصوت العالي، تكون بالأخير لها الكلمة الأخيرة. هذه المشكلة. يعني قديما كان الصراع في المجتمع الكردي، في البيئة الكردية، الصراع القبلي العشائري، كنا بنعرف مصطلح محمود كي وعثمان كي، والصراع بين الطرفين، وكيف أنه المجتمع الكردي انقسم على نفسه، وكان أحد أهم الأسباب في خسارتنا لكل المعارك السياسية. حاليا للأسف عم نعيد نفس التجربة، نفس السيناريو تحت مفهوم الانتماء الحزبي. يعني قديما انقسامنا القبلي العشائري كان كارثة بالنسبة للمجتمع والقضية الكردية، بحيث خسرنا فرصتنا التاريخية لنكون كما الآخرين. يعني كل المجتمعات الأخرى خاصة المجتمعات العربية استطاعت بعض القبائل كآل سعود أن يوحدوا الكلمة العرب، بحيث يمثلهم لفترة ما شريف حسن بعده استلمها آل سعود، ويمثل كل المجتمع العربي، القضية العربية، بالتفاوض مع الإنجليز أو بالعثمانيين وبحروبهم وبثوراتهم، وبالتالي قدروا أو استطاعوا أو تمكنوا من إيجاد الفرصة التاريخية وتحقيق كياناتهم السياسية. لكن الكرد للأسف ما استطاع أي فريق من الفرقاء الكرد أن يسيطر على الواقع الكردي ويمثل الكرد. حاليا عم نعيد نفس التجربة. لذلك تمنياتي ورجائنا من كل القيادات الكردية وكل أحزابنا أن يتجاوزوا صراعاتهم الداخلية، أن يتجاوزوا إيديولوجياتهم، كون القضية هي قضية وطن، قضية شعب، قضية حقوق، قضية مكاسب سياسية وليس قضايا حزبية. من يكون الانتخابات الداخلية هي التي ستفرز من يكون فعلا الطرف الحزبي أو الطرف السياسي الأكثر تمثيلا للشعب
وللقضية. لكن حاليا الكلمة الكردية، توحيد الصف الكردي، تمثيل الكرد بمرجعية سياسية حقيقية، بوحدة الصف، بكلمة واحدة، مع التمثيل بحيث يمثل كل الأحزاب والقوى السياسية الكردية هو الأهم، مع ضم عدد من الخبراء في كافة المجالات، الأكاديميين، أصحاب الاختصاص. هذه مرجعية ضرورية في المرحلة الحالية. نعم نعم سيد خالد، يعني سيد بير رستم ذكر نقطة مهمة يعني حول وشرح هذه النقطة أيضا، ولكن أريد تعقيبك ورؤيتك حول هذا الموضوع. يعني ذكر السيد بير رستم حول أن هناك مطالب ودعوات لتشكيل المرجعية الكردية. أي طرف كردي تجلس معه وتتحدث معه عن المرجعية الكردية يقول بأن مطلبهم عقد أو تشكيل مرجعية كردية تمثل الكرد، ولكن عند الاجتماعات تحصل الخلافات. برأيك العوائق الأساسية لتشكيل المرجعية الكردية في غرب كردستان ما هي العوائق الأساسية، سواء كانت داخلية أو سواء كانت على مستوى سوريا أو على المستوى الإقليمي؟ ما هي العوائق التي تمنع تشكيل المرجعية الكردية في غرب كردستان؟ نعم، مساء الخير لك وللأستاذ الضيف وللسادة المشاهدين. وأود فقط أن أصحح بداية تقديمك لي، أنا لست عضوا في المجلس العام للحزب، إنما أنا عضو في الحزب. ثانيا أنا أختلف ولا أتفق مع ما تفضل به ضيفك الأستاذ بير لناحية التعميم الكامل على كافة الأحزاب الكردية بأنهم يقدمون المصلحة الحزبية على المصلحة القومية والوطنية الكردية. التعميم خاطئ بكل المقاييس. فيما يتعلق بسؤالك حول عوائق تشكيل المرجعية الكردية، طبعا تشكيل المرجعية الكردية هو الضرورة لابد منها، خاصة بعد العهد الجديد الذي دخلت به سوريا، إبان رحيل رأس النظام البعثي وقدوم السلطة مؤقتة إلى الحكم في دمشق. العائق الأكبر الذي يقف أمام تشكيل المرجعية الكردية هو المصالح الحزبوية الضيقة لبعض الأطراف السياسية الموجودة هنا في روجافا، ونستطيع أن نذكر بشكل آخر ارتباط بعض الأطراف بأجندات إقليمية ضاغطة على دمشق بحد ذاتها تمنع من تشكيل هذه المرجعية. وهناك محاولة لإحلال الوفد الكردي المشكل محل المرجعية الكردية المنشودة أو التي يجب أو ينبغي أن يتم تشكيلها. لماذا؟ لأن الوفد الكردي المنبثق عن مؤتمر نيسان 2025 يعني هو ليس مرجعية، إنما هو وفد وظيفته التفاوض مع دمشق فيما يتعلق بالحقوق القومية الكردية هنا في روجافا في سوريا. ويستقي هذا الوفد يعني معلوماته أو أرضيته في الحوار والتفاوض من هذه المرجعية الكردية، لأن الذي سوف ينبغي أن يمثل المرجعية الكردية ليست هي فقط الأحزاب يعني، ولا حتى حزب الاتحاد الديمقراطي لوحده، ولا أحزاب الوحدة الوطنية، ولا أحزاب المجلس الوطني الكردي. يعني هناك شريحة واسعة جدا من الكرد في روجافا ليسوا منتسبين للأحزاب. يجب أن لا ننسى مطلقا مؤسسات المجتمع المدني التي تشكل يعني جل التنظيم السياسي والمدني الكردي هنا في روجافا. العشائر، المؤسسات النسائية، الشبيبة، المؤسسات المجتمع المدني بشكل عام، مع إلى جانب الأحزاب السياسية، من هؤلاء يمكن تشكيل المرجعية الكردية. أما قصر مسألة المرجعية الكردية على الأحزاب السياسية فهي مقاربة خاطئة ولا يمكن أن يعني تتحقق، أو إذا تحققت بهذا الشكل سوف لن تمثل الكرد تمثيلا صحيحا أمام سلطة دمشق وفي موضوع المفاوضات والمحاورات مع دمشق. لو يعني عدنا قليلا بذاكرة الوراء، لاحظنا منذ أيام نظام بشار الأسد حينما كانت هناك يعني رغبة في المفاوضات مع نظام بشار، دائما كان يحاول أن يقصي بقية المكونات
الموجودة هنا في مناطقنا، ويدعي بأنه يريد أن يحاور الكرد لوحدهم. وطبعا هذه كانت حجة، يعني حتى لو كان قد حاور الكرد لوحدهم لم تكن تلك الحوارات سوف تنتج أكثر من المرسوم الذي صدر في عام 2011 فيما يتعلق بالتجنيس. السلطة الحالية أيضا هي التي تقف عائقا أمام يعني تنفيذ بنود اتفاق أو مؤتمر نيسان، وليس المرجعية أو عفوا الوفد هو الذي لا يطبق، لأن هذه ما انبثق في الوثيقة، وثيقة مؤتمر نيسان، هي عبارة عن إطار نظري ورؤية للحل أو تصور لشكل سوريا عموما من جهة، وللمطالب القومية الكردية من السلطة دمشق من جهة أخرى. فالوفد وظيفته التفاوض مع دمشق من أجل تحقيق هذه المطالب. الذي يمنع أو لا يغلق الطريق أو يسد الطريق أمام المفاوضات هي دمشق. دمشق إلى الآن لا تمنع أو ترفض بشكل بات الجلوس مع الوفد الكردي المشترك. أما ما يحصل من لقاءات فردية من بعض الأطراف الأخرى في دمشق هي يعني ليست تجاوزا لاتفاق، ليست من مقررات الوفد الكردي المشترك، وإنما هي تصرفات أحادية الجانب من بعض الأطراف السياسية، والجميع يعرف من هي. يعني على هذا الأساس الذي العائق الأساسي أمام تشكيل المرجعية الكردية هي ارتهان بعض الأجندات الإقليمية، فلنقلها بشكل واضح الدولة التركية التي دائما تضغط على دمشق من أجل خروج الكرد من المرحلة الانتقالية بأقل مكاسب ممكن. وهذه الدولة تضغط على دمشق ومن جهة، ومن جهة أخرى ارتباطها مع يعني هناك علاقة وتواصل مع أطراف داخلية هنا. مجمل هذه العوامل هي التي تقف عائقا أمام تشكيل المرجعية الكردية. نعم سيد خالد، يعني بعيدا عن ما تحدثنا عنه العوائق، يعني كونفرنس 26 من نيسان للعام المنصرم يعني حدد يعني المجال القومي وأيضا المجال الوطني السوري. في المجال الوطني السوري لندعه جانبا لنأتي إلى الجانب القومي الكردي. كان هناك الكثير من البنود في الجانب القومي الكردي، والتي كانت عبارة عن رغبة الشعب الكردي أو الشارع الكردي في غرب كردستان. اليوم بعد التغيرات التي حصلت وبعد الهجمات التي حصلت على المنطقة وعلى غرب كردستان، يعني هل هناك أي مجال لتطبيق هذه البنود أو للتفاوض مع دمشق على أساس تلك البنود، أم ربما يكون هناك اجتماعات أخرى لتغيير الصياغ ولتغيير المفاهيم ولتغيير بعض الأهداف؟ يعني حتى تكون المقاربة الصحيحة والسليمة من هذا الموضوع ينبغي النظر إلى مخرجات وحدة الموقف والصف الكردي أو الرؤية المشتركة للحل أو للقضية الكردية هنا في سوريا أو في روجافا ضمن سوريا، بأنها يعني رؤية وإطار نظري. أما مسألة تحقيقها ربما هي مسألة وقت وتعاقب سلطات. يعني هي الآن أصبحت موضوع النضال السياسي والحقوقي الذي ربما سيستمر لسنوات وسنوات، ولا يجب حصره بأنه موضوع. نعم السيد خالد، يعني أتفق معك أنه نعم. يتطلب الأمر الكثير من الوقت والمفاوضات والنقاشات لتنفيذ هذه البنود أو الحصول على هذه الحقوق إن صح التعبير. ولكن سنة كاملة مرت على هذا الكونفرنس، وحتى الوفد الذي يجب تشكيله حتى الآن لم يتم الإعلان عن تشكيل هذا الوفد. اللقاءات مع دمشق حتى الآن هناك لقاءات فردية كما ذكرت. يعني إن كانت هناك لقاءات فردية وإن كانت نقاشات فردية من كافة الأطراف، لا أحدد أي طرف، يعني لقاءات فردية من كافة الأطراف مع دمشق، كيف يمكن للوفد الذي تم تشكيله في هذا الكونفرنس أن يقوم بعمله ويطالب بتلك الحقوق؟ يعني أولا سأكمل إجابتي على السؤال السابق وستطرق إلى جواب هذا السؤال. فيعني
من بثق في وثيقة مؤتمر نيسان يعني يجب أن لا ننظر إليه أنه فقط موضوع نقاش وتفاوض مع السلطة الحالية المؤقتة، يعني هو مسألة ربما بعيدة الأمد، سوف تتحقق على مراحل، تتحقق ربما بشكل نسبي، طبعا الهدف هو تحقيقها بشكل كامل. هذا من جهة. من جهة أخرى يعني ما تفضلت به، دمشق هي التي ترفض الجلوس مع الوفد الكردي، والوفد الكردي مشكل، يعني هو مشكل وانبثق من مؤتمر نيسان، ولكن دمشق هي التي ترفض. أما إن تم النظر إلى موضوع الجلوس أو المفاوضات التي حصلت بين الجنرال مظلوم عبده كقائد قسد مع رئيس السلطة الانتقالية، فهذه خارج إطار مؤتمر نيسان. يعني يجب أن لا ينظر إلى المفاوضات التي حصلت بين الجنرال مظلوم و رئيس السلطة الانتقالية بأنها يعني تندرج في إطار الوفد الكردي. يعني هذا المقاربة هنا خاطئة. ولا حتى السيدة إلهام أحمد يعني يعني مؤتمر وحدة الصف الكردي لم يتطرق لا إلى موضوع الإدارة الذاتية التي كانت تمثله السيدة إلهام أحمد في اللقاءات التي تحصل مع دمشق، ولا إلى القوة العسكرية التي مثلها القائد قوات سوريا الديمقراطية الجنرال مظلوم عبده مع سلطة دمشق. إلى الآن لم يتم أي لقاء بين الوفد المشترك وسلطة دمشق. لا يجب أن نعتبر جلوس مظلوم عبده أو السيدة إلهام أحمد مع دمشق بأنها جلوس أحادي الجانب أو من طرف بعض يعني أعضاء الوفد الكردي مع دمشق، الذي للأسف يعني يتخذ خطا مخالفا ويقوم بخطوات أحادية الجانب. يعني للأسف هي أحزاب المجلس الوطني الكردي. نتمنى يعني أن البارحة كان هناك اجتماع، هناك إعادة تقييم للمرحلة السابقة، ربما سوف يتم الاتفاق على بعض الأمور التي ستتكشف مستقبلا. ستكون هناك إعادة طلب من دمشق من أجل الجلوس مع الوفد الكردي المشترك والتحاور والتفاوض حول الحقوق القومية للشعب الكردي في روجافا في سوريا. نعم سيد خالد، سنعود إليك. سيد بير رستم، يعني الحديث أكثر عن هذه النقاط، ويعني تحدثنا عن الوفد الكردي واللقاءات التي تحصل هنا وهناك، والسيد خالد أوضح بعض النقاط بخصوص اللقاءات التي تحصل بين دمشق وبعض الأطراف الأخرى كالإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية وبعض أطراف المجلس الوطني الكردي، والنقاط الأخرى بخصوص عمل الوفد ورفض دمشق لهذه اللقاء مع الوفد الكردي في غرب كردستان. يعني لنأتي إلى النقطة التي يمكن أن نعتبرها نقطة جوهرية باعتبارنا نتحدث عن المرجعية الكردية. يعني هذه المرجعية التي أصبحت أمية للشارع الكردي ولسان حال الأحزاب الكردية التي تنادي دائما بالمرجعية بتشكيل المرجعية الكردية. يعني لنأتي ونوضح هذه النقطة بشكل شفاف يا سيد بير رستم. يعني هل عدم تشكيل المرجعية الكردية بسبب خلافات سياسية أم خلافات إقليمية أم غياب إرادة الأحزاب في غرب كردستان؟ يعني ما الذي يمنع هذه الأحزاب لتشكيل هذه المرجعية المنشودة والتي تعبر عن آمال الشعب الكردي في غرب كردستان؟ بالتأكيد هناك أكثر من سبب. يعني ليس هناك سبب واحد نقف عنده، هناك أكثر من سبب أو أسباب متعددة. أولا صراع تاريخي الحزبي الإيديولوجي بين القوى السياسية الكردية. كنا بنعرف يعني مراحل تاريخية عدة شهدت ليس فقط صراعات سياسية وللأسف بل حروب أهلية، حروب بين الأخوة وأخوة السلاح، بحيث وصل إلى إن كان على صعيد الإقليم الواحد مسلمة وجدنا بخلال تسعينيات القرن الماضي خلال 94 96 بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني واللي راح فيها ضحايا بالآلاف يعني، وأيضا بين حزب العمال الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني من جهة وحتى مع الاتحاد. يعني
وكذلك بين الحزب الديمقراطي إن كان في إيران وفي جنوب كردستان. يعني هناك دائما كانت الصراعات، وأشرنا سابقا إلى الصراعات القبلية العشائرية. إذا الانقسام في وحدة الموقف، في وحدة المجتمع، في وحدة الصف الكردي كان حاضرا دائما. طبعا نتيجة البيئة الاجتماعية من جهة التخلف، يعني حالة الانقسام بين مفهوم العشائرية والقبلية والمسمى الحزبية دائما كان أحد أهم الأسباب في الصراعات الداخلية الكردية. لكن لا ننسى دائما أن هناك القوى التي تحتل كردستان بأجزائها الأربعة لعبت وما زالت تلعب دورا مهما في تقسيم المجتمع، في تقسيم الكلمة الكردية، في الصف الكردي، في الوحدة الكردية. يعني عندما تجتمع دمشق مع المجلس الوطني منفردا أو مع الإدارة الذاتية منفردا، عندما يجتمع السيد مظلوم عبدي أو الإلهام أحمد ولو أنه من خلال الإدارة الذاتية أو القوات العسكرية، قوات سوريا الديمقراطية، كلنا بنعرف أن قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية هناك طرف سياسي، مرجعية سياسية تقود كل العملية السياسية والعملية العسكرية. بالتالي يعني دمشق تقعد أو تجلس أو تحاور أو على الأقل تلتقي منفردة مع طرف كردي دون الآخر، وهذه السياسة تمارسها بذكاء. يعني دمشق طبعا باستشارة استخباراتية من الميت التركي بقناعتي أنا، يعني هي قراءة تحليلية وليس معلومات، وحتى المعلومات يعني دائما كلنا تابعنا كيف الاستخبارات التركية دائما تكون معقولة. أي ملف، إذا هناك ملف ساخن بسوريا، تكون حاضرة في دمشق أو دمشق تذهب إلى أنقرة، بمعنى أنه دمشق مع تركيا تحاول قدر الإمكان أن تجلس مع القوى الكردية بشكل منفرد. لكن مشكلتنا نحن الكرد ليس مع الآخرين دائما، إنما مع ذواتنا، مع داخلنا، مع قياداتنا، مع أحزابنا. يعني الأخ خالد ذكر أنه ليس كل الأطراف الكردية، وهو اختلف معي أنه ليس كل الأطراف الكردية والقوى الكردية والأحزاب الكردية مسؤولة عن هذه الانقسام أو عدم وحدة الصف، وإنما هناك أطراف. هو أشار إلى جهة، وكنت بتمنى لو كان هناك ضيف من المجلس الوطني حاضرا معنا ليدافع عن طرفه وعن جهته السياسية ليكون الحوار متوازنا. لكن أنا ما راح أكون محامي عن المجلس الوطني، لكن كلنا بنعرف أنه عندما ذهب المجلس الوطني كلنا انتقدناه. لكن بنفس الوقت عندما تذهب الإدارة الذاتية ولو من خلال الإدارة أو من خلال القوات السورية الديمقراطية، هم يذهبون ويمثلهم بالخلفية السياسية مرجعية هو حزب الاتحاد الديمقراطي، كلنا بنعرفها. يعني إذا دمشق تمارس لعبة ذكية مع القوى السياسية الكردية بحيث تستفرد بالواحد من الآخر. لكن نحن العلة فينا، يعني عندما تطلب دمشق لقاء وفد ما، كان يجب على الإدارة الذاتية قبل المجلس الوطني الكردي أن يرسل وفدا مشكلا من المرجعية السياسية من كونفرنس 26 نيسان، وليس طرفا سياسيا واحدا. يعني هذه نقطة. النقطة الأخرى طبعا يعني دائما يعني الأطراف السياسية في الدول التي تحتل كردستان تحاول جاهدا أن تلبي القضايا التي تتعلق ببعض الحقوق من مفهوم المواطنة، لا تناقش المفاهيم السياسية، المفاهيم المتعلقة بالدستور، المفاهيم المتعلقة بالحقوق السياسية لأحد أهم مكونات البلد أو مكون أساسي من مكونات البلد. يعني قضيتنا في سوريا تناقش حاليا وللأسف وكأنها قضية مواطنين لاجئين، كما الجالية الكردية أو الجالية العربية في أحد البلدان الأوروبية. يعني عندما يأتي المرسوم رقم 13 بأن اللغة الكردية تكون لغة اختيارية من إحدى اللغات الوطنية أو لغة من اللغات الوطنية، لكن لغة اختيارية في المدارس. هذه ليست ضمن مفهوم الدولة التي تقوم على أساس الشراكة الوطنية، إنما مفهوم الاختيار تكون للجاليات، لغرباء، لمندمجين. حتى مفهوم الاندماج قبل أيام على أحد القنوات تابعنا أو ناقشت هذا الموضوع، قلت
بأن مفهوم الاندماج ليس مفهوما دقيقا في الحالة الكردية. الاندماج تكون أو الانتجراسيون بالمفهوم الأوروبي المفهوم الغربي كمصطلح هو للاجئين للغرباء الذين يلجؤون إلى بلد أوروبي بحيث تكون ثقافتهم مختلفة، اللغة مختلفة، يتم تعليم اللغة، يتم تعليمهم ثقافة البلد، عادات وأعراف البلد، قوانين البلد، بحيث يتم دمج هؤلاء الغرباء مع الجسم الجديد. بينما في الواقع الحالة الكردية في المجتمعات في الدول التي نعيش بها، نحن مجتمع أصيل على جغرافيتنا، على وطننا، ببلدنا، وإنما حالة شراكة وطنية. بالتالي قضية الاندماج حتى قضية غير دقيقة. يمكن الاندماج تكون للمؤسسات، مؤسسات الإدارة الذاتية، الأمنية، العسكرية، الإدارية، السياسية مع الحكومة الانتقالية، لكن الملف الكردي هو ملف سياسي وليس ملفا إداريا ليندمج مع الملف الحكومة الانتقالية. بالتالي مشكلتنا دائما نحتاج إلى من يمثل الملف الكردي، يمثل القضية الكردية، يمثل شعبنا وحقوقنا كخير تمثيل، بحيث يمثل بشكل حقيقي لكل مجتمع. الأخ خالد قال أنه ليست الحركة الكردية السياسية وحدها تمثل المجتمع أو القضية الكردية، وأنا أتفق معه تماما. هناك قوى سياسية، أحزاب يمثل جزء أساسي من المجتمع الكردي السوري مثل باقية المجتمعات يعني، لكن بالإضافة إلى الحركة الوطنية هناك مجتمع مدني، هناك مثقفين، هناك مستقلين، هناك رجال أعمال، هناك رجال قانون. إذن المجتمع الكردي مجتمع متعدد. إذن الوفد الكردي أو المرجعية الكردية يجب أن يمثل كل هذه الشرائح والفئات، وبالتالي نحتاج إلى كونفرنس حقيقي ووحدة الصف، وإلى مرجعية حقيقية ووفد حقيقي يمثلنا بدمشق للحوار مع الحكومة الانتقالية. نعم سيد بيرستم، يعني هناك نقطة أود أن أوضحها. يعني الدمج الذي حصل في الآونة الأخيرة، يعني بحسب البيانات التي خرجت والتصريحات التي تخرج، هي مسألة دمج القوات العسكرية ومؤسسات الإدارة الذاتية ضمن المؤسسات الحكومة الانتقالية ووزارة الدفاع، يعني بحسب المعلومات التي وردت. سيد خالد، يعني لنبتعد قليلا عن الخلافات التي تحدو أو تشكل عوائق لتشكيل المرجعية الكردية، لنأتي إلى أهمية المرجعية الكردية في الوقت الحاضر لغرب كردستان وللأجزاء الأخرى من كردستان إن تم تشكيل مرجعية كردية على أساس الأجزاء الأربعة. ولكن لنختص بغرب كردستان، أهمية المرجعية الكردية للشعب الكردي في غرب كردستان في هذا الوقت. يعني المرجعية الكردية تنبثق أهميتها أولا إلى ضرورة تمثيل كافة شرائح الشعب الكردي ضمن جسم تنظيمي. هذا الجسم التنظيمي التي هي المرجعية طبعا هو الذي يراقب أو يوجه الوفد الكردي في مفاوضاته مع دمشق. يعني هذه هي الأهمية الكبرى التي يعني يتم الاستناد إليها عند الرغبة في تشكيل المرجعية القومية الكردية، لأنه إذا لم تكن هناك هذه المرجعية فإن الوفد الكردي المشترك الذي إن حصلت هناك مفاوضات بينه وبين النظام سوف يكون يعني القوى أو الجهة المراقبة له أو الضاغطة عليه أو الموجهة له هي فقط الأحزاب التي ينبثق منها أعضاء الوفد. ولكن حين تشكيل هذه المرجعية وأن تكون هذه المرجعية هي المظلة للوفد الكردي المشترك، فإنه سيكون هناك ضغط أكبر على هذا الوفد، وتكون هناك رقابة أكبر، ويعني تكون هناك أرضية أقوى يستند إليها في مفاوضاته مع دمشق. فهذه هي أو هذا هو السبب الذي يعني يجعل تشكيل المرجعية الكردية أمرا ذو أهمية قصوى قبيل أي مفاوضات مع دمشق. نعم، يعني برأيك هل المرجعية الكردية سيتم إعلانها أو تأسيسها في وقت قريب، أم تحتاج تشكيل المرجعية الكردية إلى وقت أطول من الوقت الذي مضى؟ يعني منذ 14 عاما ننادي بالمرجعية الكردية، وحدة الصف الكردي، توحيد الكلمة الكردية.
يعني هل يمكن القول بأننا سنشهد تشكيل مرجعية كردية في الوقت القريب؟ يعني هذا الأمر لا أستطيع أن أجزم به فيما يتعلق بمسألة الوقت، هل هو قريب أم بعيد، خاصة أن الذي يعني أخذ هذا الأمر على كاهله حسب ما يعني وهو معروف هو الجنرال مظلوم عبده، الذي يعني هو الذي ينادي بهذا الموضوع أو يعني يبذل جهودا في هذا الأمر. إنما أعتقد إن تم التوافق فيما بين الأحزاب السياسية في المرجعية الكردية فإن الموضوع لن يأخذ وقتا طويلا، لأن الذي يشكل عائقا أمام تشكيل هذه المرجعية هي أطراف سياسية وليست مؤسسات المجتمع المدني يعني التي ينتظم فيها بقية شرائح المجتمع. لهذا مسألة الوقت لا أعتقد هي ستكون أمام فترة طويلة فيما لو اتفقت الأحزاب الكردية على تشكيل هذه المرجعية وعدم والتخلي عن فكرة بأن الوفد الكردي يحل محل المرجعية الكردية. يعني الوفد الكردي لا يمثل المرجعية؟ لا أبدا، الوفد له وظيفة تقنية هي التفاوض مع دمشق في إطار وثيقة نيسان 2025 وتوجيهات المرجعية الكردية التي ستتشكل. أما ما عدا ذلك لا توجد أي وظيفة أخرى لهذا الوفد. نعم سيد خالد. سيد بيرسلم، يعني السؤال أيضا نفس السؤال أوجهه إليك، يعني الآفاق المستقبلية للمرجعية الكردية في غرب كردستان. والله عزيزي، يعني كلنا فعلا نتمنى أنه نلتقي يعني أحزابا ومثقفين وكتاب وسياسيين وكل فعاليات المجتمع الكردي، نلتقي بفكرنا بخطابنا بانتمائنا إلى ما يعني للأسف أنه بعض المجتمعات بعض القوميات وصلوا لها قبل أكثر من قرن. يعني مثلا المجتمع اليهودي والشعب اليهودي قبل أكثر من قرن، أكثر من 100 عام، استطاعوا هنا في سويسرا أن يعقدوا مؤتمرهم القومي الأول ويعملوا مرجعية سياسية ومرجعية وطنية ومرجعية مثل ما بيقولوا مرجعية دستورية لكل قضاياهم. يعني نحن شعب تعدادنا نقول يزيد عن 40-50 مليون كردي موزع بين 4 دول تحتلها يعني عواصم مختلفة بثقافات مختلفة، بالإضافة إلى العديد من أو ملايين بأوروبا بالشتات. ما زلنا نفتقر إلى هذه المرجعية السياسية، ما زلنا نفتقر إلى وحدة الموقف والكلمة. يعني بعتقد شعبنا، قضيتنا، مجتمعنا الكردي عموما في أزال الأربعة، نضالات شعبنا، تضحياته على مر كل هذه الأجيال تقتضي بالضرورة أنه فعلا القوى السياسية، ليس فقط القوى السياسية الكردية، عموم الحركات الثقافية السياسية الوطنية الكردستانية، أن تلتقي على عقد مؤتمر كردستاني، مؤتمر وطني حقيقي، بحيث تصبح هي المرجعية الأهم. وهذه يعني تلقي بكوالها، تلقي بجهودها، تلقي بمآلاتها على بعض القيادات المهمة في الحركة الوطنية، ومنهم أولا السيد مسعود برزاني وقيادة تقليم كردستان عموما، بالإضافة إلى السيد جنرال عبدي، إلى الزعيم عبد الله جولان المعتقل، عدد من قيادات الأحزاب الكردية إن كان في كردستان إيران أو في تركيا أو في يعني في مختلف أجزاء كردستان. هذه بالإضافة إلى الكتاب والمثقفين السياسيين. ورسالتي لكل الكتاب ولكل الزملاء والمثقفين والمحللين السياسيين أن نرتقي بخطابنا. يعني كفانا صراعات حزبية، كفانا صراعات إيديولوجية. نحن شعب لنا قضية، لنا أهداف سياسية، لنا حق الحياة، لنا حق الحرية والاستقلال بكردستان. بالتالي الصراعات الداخلية، الصراعات الحزبية الإيديولوجية، نعتقد أن نؤجل على الأقل هذه الحساسيات إلى مرحلة متأخرة. حاليا الأهم هو كيف نلتقي حول المرجعية الكردية، بحيث يكون الكرد لهم دائما مثل ما بيقولوا كلمة واحدة، موقف واحد باتجاه كل
المواقف التي تتطلب يعني منا جميعا أن نبدي رأيا بخصوص هذه القضية. لا زال مع كل احترامنا وتقديرنا لكل الحركات السياسية والثقافية خطابنا خطاب متأزم، خطاب حزبي، خطاب طائفي، خطاب متأزم وللأسف، وليس خطابا وطنيا كردستانيا نرتقي به إلى تضحيات شعبنا. هذه مرحلة من المراحل التي يمكن أن تكون من أهم المراحل التي بنعيشها. يعني صحيح وشعبنا قبل أكثر من قرن خلال معاهدات سيكس بيكو ووعد بلفور ولوزان وكل هذه المعاهدات وثم سيفر وقبلها سيفر، كل هذه الاتفاقيات الدولية كان الكرد إلى حد ما يعني وجود وحضور، لكن ليس بالشكل المطلوب. بالتالي خرجوا من المعادلات السياسية بصفر معادلة وللأسف يعني بصفر حقوق. لكن حاليا الكرد بعد كل هذه التضحيات وبعد كل هذا التثقيف والتنوير في الحالة الاجتماعية بالمجتمع الكردي، بعتقد أنه الكرد والمجتمع الكردي وتضحيات شعبنا يعني يتطلب أنه منا جميعا عملا حقيقيا لنرتقي بعملنا السياسي والوطني إلى مستوى تحقيق استقلال وحرية كردستان. نعم سيد خالد، يعني السؤال الأخير أو الكلمة الأخيرة في هذه الحلقة بدقيقتين، الوقت داهمنا، بخصوص مؤتمر نيسان وتشكيل المرجعية الكردية. ككلمة أخيرة تفضل سيد خالد. يعني نتمنى أن تتشكل هذه المرجعية بأقصر وقت ممكن، وأن يتم وضع الخلافات جانبا، وأن يتم تقييم الوضع هنا في روجافا ضمن الوضع العام لكردستان والشرق الأوسط. يعني الحروب التي تنشب في المنطقة والحرب الأهلية التي كانت قاب قوسين أو أدنى لولا اتفاق 28 يناير وما إلى ذلك من تفاصيل وعوامل مؤثرة، كلها يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار لدى تقييم الوضع واتخاذ القرارات والمواقف. فنتمنى أن تتشكل هذه المرجعية بأسرع وقت ممكن، وأن يلينا موقف دمشق، وأن يتم التفاوض مع الوفد الكردي المشترك، وأن تتحقق بكل تأكيد يعني النقاط التي انبثقت عن اتفاق أو عفوا مؤتمر نيسان 2025. نعم عضو حزب الاتحاد الديمقراطي السيد خالد عمر، نشكرك جزيل الشكر على حضورك اليوم. شكرا لكم. الكاتب والمحلل السياسي السيد بيير رستم، نشكرك جزيل الشكر على انضمامك اليوم في هذه الحلقة. شكرا لك. والشكر لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. على أمل اللقاء بكم في حلقات لاحقة. إلى اللقاء. بدأنا بثورتنا